تفاجأنا اليوم بعدم حضور المنتخب الجزائري لإجراء أطوار المقابلة المبرمجة اليوم على الساعة 7 ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري. نتمنى أن تكون القانونية اللي يتخذها المكتب التنفيذي للاتحاد العربي حسب القوانين والأنظمة الداخلية. أنا سمعت حالا أنه كان مشكل في انقطاع البث للنشيد الوطني الجزائري خلال المقابلة اللي أجرت بالأمس ما بين الاتحاد السعودي والاتحاد الجزائري. السلام عليكم الاخوان. انسحاب جديد للمنتخب الجزائري امام المنتخب المغربي لكرة اليد، والسبب الخريطة. وهذا الخطرة ما كاينش اتاي التحميس، كاين غير الخريطة. هادشي اللي كاين الاخوان، يعني انسحاب جديد. غادي نشوفوا معكم الفيديوهات اللي كاملين ديال الانسحاب، وغادي نشوفوا التصريح ديال واحد من الاتحاد العربي لكرة اليد اللي غادي يشرح لنا العقوبات اللي غادي تطيح فيهم المنتخب الجزائري. يا الله بينا الى المونديال. ولات عيني كضرني صراحة، لأنه قابلة معايا، يعني كاين صعوبة، ولكن نصبروا بقاو دقائق فقط وننتظروا الإعلان الرسمي ديال الحكم على فوز المغرب بعد انسحاب الجزائر. كما كتشوفوا الحكم كيطبق القانون، ايضا المنتخب المغربي تا هو كيطبق القانون، تا هو حضر دار الاحماء. كاين دابا اللقاء اللي تيكون بين المدرب واللاعبين، كما كتشوفوا اللقطه معبره. هذا البروتوكول الاول اللي كيسبقوا. هذيك هي اللقطه اللي كيشوفها الناس. السبوره الالكترونيه خلات العد العكسي ما بقى ليه والو. واقيلا دخلنا في الدقيقه غادي تشوف شحال دخلنا في الدقيقه الاخيره. هذه هي السبب الاخوان، هذه هي السبب. لحد الساعه العد الله يلاحق خينا الناس، والله حتى غيتفرحوا معنا، والله حتى غيتفرحوا معنا. حنا ليهم على الضربه كيما نبغيو نديرو شي حاجه نديرو الخريطه. الشباب دخلات للملعب. هما دابا الحكم دابا حاليا سيعلن فوز المغرب وانسحاب الجزائر. كما كتشوفوا هذه اللقطه، هادو باين ما غاديش يجيو لكاس افريقيا. والحكم يعلن على فوز المغرب وانسحاب الجزائر. هذا هو القرار الرسمي للشؤون حاليا. الحكم يعلن على فوز المغرب. استقر في فريق بفادي السويسي. هذه ما فهمتش هنا منتخب مغربي مع المنتخب الجزائري، وغتشوفوا الخريطه لاعب بها المنتخب المغربي في ايقاف دقيقتين للمنتخب المغربي. هنشوف انت الخريطه الشيا، هو المنتخب الجزائري، ها المنتخب المغربي، وها الخريطه. شتي الخريطه مين من لعيبه المنتخب المغربي. هنشوف ازاي الاستغلال هيكون من المنتخب الجزائري، هل هينجح؟ كان هو هادو التصور الاخرين اللي داروا من بعد ما انتم الاخوان. هما الخرائط، شتيهم؟ ها الخرائط، ها الخريطه، شوف. مشكل منظمه في المغرب، والخريطه والروينه مشكله. هذه اللقاء ديال السعوديه والكويت، صراحه المنتخب السعودي عندهم منتخب جيد. هادو فيديوهات اللي كيتعاودوا الاخوان. دابا غادي نمشيو للتصريح. رحيم الزهري عضو اللجنه. هذا التصريح ديال عبد الرحيم الزهري، عضو من اللجنه الاتحاد العربي، يعني عضو من الاتحاد العربي لكره اليد، غادي يكشف لنا التفاصيل والعقوبه اللي تضرب بها المنتخب العربية للمسابقات، وعضو العصبة الدار البيضاء الكبرى لكرة اليد. تفاجأنا اليوم بعدم حضور المنتخب الجزائري لإجراء أطوار المقابلة المبرمجة اليوم على الساعة 7 ما بين المنتخب المغربي والاتحاد الجزائري. سحبت الصيف ما بين هذه المشاكل الرياضيه. انا سمعت حالا انه كان مشكل في انقطاع البث للنشيد الوطني الجزائري خلال المقابله اللي اجرت بالامس ما بين الاتحاد السعودي والاتحاد الجزائري. الاجراءات القانونيه اللي يتخذها المكتب التنفيذي للاتحاد العربي حسب القوانين والانظمه الداخليه. كنتسناو الطروحات على حسب الطروحات يتخذ قرار اكيد، لكن القرار الاول والاخير للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي.
المهم غيهبطوا عليهم، غيهبطوا على اتحاد العاصمة وغيهبطوا على هادو، وزيد عليهم منتخب الكبير ديال 2025. راه 100% راه ما غاديش يجي، راه باينه ما غاديش يجي، كون على يقين ما غاديش يجي. يعني هادوك الناس راه غاديين، يعني المغرب هو اللي خرج عندنا، المغرب هو اللي دار لنا، وهما راه غاديين طايحين لفوندو ودابا كيلصقوها في المغرب. هادشي اللي كاين الاخوان. المهم هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. كنتمنى اذا نال الاعجاب ديالكم، خليو لنا واحد لايك، واحد كومونتير، بارطاجيو هاد الاخوان، خليو لنا الماكسيمو ديال الكومونتير، التحميس التحميس التحميس، نفرقعوا على التحميس الاخوان. هادشي اللي كاين الاخوان، خليو لنا واحد لايك، واحد كومونتير، والسلام عليكم.